يا الله. طبعا بخصوص اللقاء الإعلامي اللي ظهر به مسؤول تنظيم العصائب قيس الخزعلي أو قيس الحريشاوي. آه، أثار انتباهي كلامه أنه قال أنا ترى صدري وصدري قح. فأثار انتباهي ورجعت شوي بالتاريخ. هو طبعا هو أحد يعني أتباع صلاة الجمعة في وقتها، صلاة الجمعة، وكان موجود بالانتفاضة الأولى والثانية أيام معارك النجف. صحيح هذا الكلام. لكن بعد ذلك هاي شوي بها تفاصيل ومو حكي تقوله وتروح، اكو تفاصيل نرجع لها ونشوف تفاصيل من ذاك اليوم لهذا اليوم. هل انت صدري وصدري قوح لو لا؟ فاستوجب الرد على مسؤول تنظيم العصائب قيس الحريشاوي. شلون صدري؟ يعني صدري هيجي بس تقولها واطلع قبل، لو اكو تفاصيل واكو فعل واكو اثبات. شلون صدري انت يعني؟ اولا مرجعك اذا تعتقد مرجعك بعد، لان انت من المؤمنين بالمستحدثات، واحنا نعرف كلنا المستحدثات هي لعبة استخبارية اقليمية وعالمية من اجل انهاء مرجعية السيد محمد صادق الصدر رضوان الله العراقية. اولا مرجعك، انت مرجعك عفته بعته ورحت ورا المستحدث. هذا شيء مو من عندي، هذا كلامكم كلامك انت رحت للمستحدث. المستحدث منو؟ المستحدث هي ولاية ايران. ولاية ايران عند السيد محمد الصدر مفسدة تعتبر اذا جرت الى العراق. قول ما قال سيد الشهيد الصدر، قال جر ولاية الفقيه إلى العراق تعتبر مفسدة، فولايتها على المنطقة التي هي فيها. هاي وحدة. ثانيا المستحدث مالك هو يعني مو أعلم ولا إمام، يعني عنده حال شخصية إمام، يعني صاحب ولاية الفقيه بإيران الآن منتحل شخصية. فهذا المستحدث مالكم. فأنت أولا مرجعكم بعتوب مستحدث، والمستحدث ولايته مفسدة على العراق. وثانيا هو غير أعلم ومنتحل شخصية إمام. هذا الجانب. الجزء الثاني من الكلام، شلون صدري يعني؟